شلون كان النايمات للظهاري؟ تعالنا نسوي جيمر بالكتر رجوله كان يحنون عليه كان. يلا خلينا نشوف طريقة عمل الجيمر العراقي. أخذت هذا الحليب الدسم كامل الدسم، وهنا أخذت هاي القشطة الموجودة عندنا 40%، فرغتهن بهذا البايركس، هذا فافون حتى يطلع بيه الجيمر حلو ومرتب والريحة مالته أحسن من الستيل. هنا عندي فتحت الطباخ وخليت سياباية حتى لا يلكع من جوا ويحترق. فتحت الطباخ وخليت السياباية طبعا على رقم آخر شيء حار جدا، وراح أخلي هذا البايركس هنا، شوفوا عيني يفور، وراح أضربه بهاي الماكينة حتى تصعد عندنا القشوة من يفور. شوفوا عيني ايش راح اسوي على كيفي بهاي الماكينة، وابدي استخف راح تصير عندنا قشوة. تشوفون قلبي صارت القشوة، هسه صعدت القشوة صارت توب. طبعا هو يفور من يعلى انصيه قلت لكم على 3 واغطيه لمدة 1.5 ساعة. حبايبي برد هسه عندنا، راح اسلفنه واخليه بالثلاجة الى ثاني يوم العصر، وشوفونه شلون شكله بالنهاية. وهذا الجيمر مالتنا خلص، شوفوا عيني، وخليته بالماعون، وهاي الطبقة مالته الراقية شوفوها وشلون جيمر، وان شاء الله اراويكم النتيجة. وهذا جيمرنا، شوفوا شلون بداعة، شوفوا الطبقات. ان شاء الله تعلمتوا هاي الطريقة جدا راقية وسهلة وما يكلف وصحي، وبالبيت انتو تسوونه على ايديكم. بنياتي حبيباتي وليداتي، شكرا على المتابعة، لا تنسوني بالاكسبلور واللايكات والمشاركة. اختكم وحبيبتكم وامكم ام رامي. يلا تونسوا بهذا المنظر.